وأتوبيس السعادة لسه بيتجول في معرض الزهور، ولسه بنستمتع بهذه الأجواء الحلوة جدا، ألوان وفرحة وسعادة. بس كل حاجة ليها أصل وكل حاجة ليها حدوتة. ولما نتكلم في الحواديت يعني المصري، يعني أهلنا، يعني أصولنا المصرية الجميلة. أنا معايا بقى أستاذي اللي أنا بحبه جدا جدا جدا، المؤرخ العظيم بسام الشماع. وأنا لما أقول أستاذي أنا بتكلم بجد. أستاذي العزيز، يا مساء الفل. مساء القشطة يونس، وعاملين إيه وكل الشعب المصري. وإحنا دلوقتي في حالة حتب مصرية قديمة هنا وسط الورود. الدخلة السخنة دي على طول. بص، درس الهيروغليفي لازم يبدأ في حالة حتب 3 حروف اهي، سهلة يا شباب. ما انا هكرر بي يعني بس بي مش حتب، لا بي بنسل عن بي ب3 نقط. حتب يعني حتب كلمة عبقرية عملها جدك وجدتك القدام الحلوين دول. ايوه، ب3 صفات احنا فيهم دلوقتي. اوكي. السلام، السعادة، الرضا. الله. عشان كده تلاقي في ملك اسمه امنحتب الاول، امنحتب الثاني. الارقام اللي احنا حاطينها دي: امن الشمس راضيه، رضا الشمس. حلو شوف أوي. الجمال بتاع الاسماء. مثلث حلو قوي بالظبط. يعني 3 صفات لو عشنا بيهم كلنا هنرتاح قوي. يعني بقول لك لو حطيناهم كده بس على مدخل كل بيت وكل حاجه حكوميه مش هيحصل الضرب اللي بيحصل في اللي بيقرا الحاجات الرهيبه اللي بتحصل. طيب المصري والورد، يعني بيتهيألي احنا لو اتكلمنا عن اي حضاره هنيجي هنا ونقف ونقول الاصل هنا. صحيح، احنا الاصل. صحيح. عايز الحدود. عايز اقول لحضرتك اولا عندك زهرتين في مصر القديمه: جمال، حب، رومانسيه. اللي جايه بقى جغرافيا، اللي اغرب سياسه. الورد كان سياسه ازاي؟ ايوه. الورد جغرافيا ازاي؟ كلنا نعرف عن اللوتس طبعا. طيب تيجي نتعلم اسمها بالهيروغليفي؟ يا ريت. اهو اسم سهل: سيشن. عشان كده في ناس بتقول سوسن. سيشن. لا حلو ده. زهرة السوسن اهي. تمام. ودي علماء كبار في الهيروغليفي بيحاولوا يعملوا الالتقاء دوت، لان احنا عندنا كده في مصر قوي اللقاء بين الماضي والحاضر ان شاء الله المستقبل. اللوتس ببساطة كده كان رمز الجنوب. تمام. والبردي اللي انتوا كنتوا عارفينه بالساق الطويلة خالص، شفنا منه هنا في حديقة الأورمان، برضو كان رمز، بس رمز الشمال. لما حضرتك تمشي جنب الملوك اللي قاعدين على العروش هتلاقي على جنب العرش لوتس وبردي لافين كده وعاملين عقدة. الله. هو بيعقد ايه؟ هو بيوحد ايه؟ الشمال والجنوب. الله ينور عليك. سميناها بالهيروغليفي سما طاوي. سما اتحاد، يعني أرض. بالنبات وبالزهور. تخيل الرمزيه دي واصله لده. بص الجمال. فاذا سما طا ارض، ارض اسمها طا، وي 2. عايز تعمل اي حاجه 2 قول وي. فطا وي ارضين، شمال وجنوب. سما اتحاد الارضين. ومصر دائما الملك في مصر القديمه كان مسؤول عن ده، عشان كده كان تملي بيحطه على جانب العرش بتاعه، على جانب الكرسي اللي بيقعد فيه بيحكم. لازم في باله شمال وجنوب يبقوا واحد. يعني مش بنتكلم في قصه جماليه بس، ده احنا بنتكلم في حكم، بنتكلم في جغرافيا او سياسه زي ما حضرتك قلت. صحيح. والمصري القديم معروف عنه انه راجل عملي وانها سيده عمليه. سيبك من الرمزيه والطقس والكلام ده معبد وكهنه ومش عارف ايه. انا بتكلم بقى على يونس وبسام الحياه. من 3000 سنه كنا بنعمل ايه؟ اللوتس كلنا عارفين هو زهره حلوه جميله بيتعمل منه البارفانات وعمل منه الزيوت والكلام ده كله، خلاص مفهوم. الجديد بقى اللوتس كان بيتاكل. عشان كده انا بقول لك انت لو رجعت الفلاح المصري العظيم من المنطلق اللي احنا بنعمله دلوقتي ده دعوه الى وزاره الزراعه تشجع الفلاحين العظام يزرعوا لوتس، اتفرج على كم الاقتصاد. ليه؟ واحد هتبيع ورد للسياح لان هم طول الوقت عاملين يسمعوا عن اللوتس في المعابد من المرشدين. صحيح. واحد. 2 جفف لان اللوتس حياته قصيره. هو جميل بس حياته صغيره، دورته مش طويله، 4 أيام ويبدا وفي نفس الوقت ممكن يجففه ويحنطه ويصبره زي ما كنا بنعمل واحنا صغيرين ويحطه في الكراسه بيع. اعمل محنط وبيع في المتاحف والمعابد. حلو. نمره 2. نمره 3 بيجيب البذر المصري القديم وكان يطحنه في الرحايات يحوله لدقيق. متخيل في حاجه اسمها دقيق لوتس؟ حاجه ما تجيش على بقى. وكان يعمل منها عيش. فاصبح في مصر القديمه في حاجه اسمها لوتس بريد. اقتصاد كامل قايم على زهره. بالظبط. اغرب من الخيال. انت بالنسبه لك الزهره الجمال حلو فوق دماغي. والسيدات كانوا يحبوا جدا في مصر كده يعملوا تيجان
من الورد. نفس القصه دلوقتي انت في الموبايل البنوته بتحط ايوه دلوقتي بقى يتحط الإكليل خلاص اللي بقى فوق الدماغ ده وبتاع مش عارف ايه، الحاجات اللي بتعمل، لكن اصولنا كان كده نفس القصه هي مش محطوطة فلاتر، على حاجات حقيقيه. حاجات حقيقيه بس هو ده فكره الفلتر دلوقتي يعني كده. احنا حتى ده متاخد من اصولنا. تخيل لما تلاقي سيده آية في الجبال ملونه على جدار مقبره او معبد، وشوف انا بقول لك مقبره وجمال، يعني حتى الكلمه ذات نفسها بالنسبه لنا انت لما تقول مقبره بتبعد مقبضه، لك مقبضه ان المصري القديم يقول لك مقبره جمال، ولابسه تاج من اللوتس الازرق. يبقى انت عندك نوعين لوتس في مصر القديمه، اللوتس الابيض وموجود لغايه دلوقتي، واللوتس الازرق وموجود لغايه دلوقتي. فتخيل الاثنين دول كانوا موجودين، تعمل منهم تاج، تعمل منها اكاليل، تمسكها في ايديها تملي وتشمها وتشممها لجوزها، هتلاقي المنظر ده كتير. شم يقدر يقول لا. كمان مناخير سدوا مناخير. ايه تاني للنقوش والحاجات اللي احنا بنشوفها، انا بشوف في النقوش بلاقي الورود موجوده بالزبط. والاهتمام بالزهر موجود. صحيح. كان بيمثل ايه غير النواحي الجماليه والاقتصاديه والسياسيه اللي حضرتك قلت عندنا منظر ملون تحفه في مقبره اسمها نب ايمن. لسه ملون سيد، بقول لك الالوان انا اكاد اجزم انها احسن من الالوان بتاعت اللبس بتاعنا اللي احنا دلوقتي ماشيين بيه في الشارع. في المعابد في الاقصر الالوان رهيبه غير طبيعيه. فسبحان الله المنظر بتاع نب ايمن عامل ايه؟ واخد المركب بتاعته اللي معموله برضه من سيقان البردي، تمام، ولاففها ونازل بيها على الاحراش. بنته قاعده ماسكه في رجليه عشان ما تقعش من المركب، دول طالعين في رحله خلويه. هو ماسك عصا، كان المصري القديم اخترع عصا كده يصطاد بيها الطيور، فدي الرحله الخلويه، طالع رحله صيد. جنبه زوجته، هنا بقى السؤال بتاع حضرتك واجابته. زوجته لابسه الكتان الابيض الهفاف، لان النص بيقول لك ايه في مصر القديم؟ ارتدي الكتان الهفاف. ارتدي الكتان ما كانش رخيص، فهو بيقول لك البس بقى حاجه حلوه. ده يعني البس بقى يعني كنايه عن اصرف بقى شويه يعني. والرقي والبس بقى حاجه حلوه.